بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده باذن الله كيكه اليوسفي، وهنعملها بمقادير مظبوطه هتطلع معاكي باذن الله هشه وفي منتهى الجمال. دي المقادير معانا. معايا كوبايه عصير، كله معبراه بنفس الكوبايه بتاعت العصير اللي انت شايفاها قدامك دي. حاولي توحدي الكوبايه اللي انت بتعملي بيها. كوبايتين ونص دقيق زي ما انت شايف، ادي كيس بيكنج باودر، 4 بيضات عليهم طبعا فانيليا، كوبايه عصير سفندي، كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، نفس الكوبايه اللي انا معايره بيها، رشه ملح، كوبايتين ونص دقيق، وطبعا هنحط عليها معلقه خل. اول حاجه هبدا بيها هننزل بالبيض. طبعا البيض لازم تكوني مطلعاه من التلاجة قبلها بحوالي ساعتين، عايزينه بحراره المطبخ عشان تطلع معاكي مظبوطه وهشه باذن الله. هنضرب البيض لحد ما يدينا قوامه يختلف معانا شويه. انت لو مشيتي على المقادير دي باذن الله هتطلع معاكي احلى كيكه باذن الله، وهتشوفي النتيجه في الاخر. طبعا نزلت بالسكر، طبعا هنضرب في السكر والبيض لحد ما نتاكد ان السكر ده. ممكن الحاجات دي كلها تعمليها في الخلاط، لو ما عندكيش مضرب اعمليها في الخلاط. كده بدات اضرب لحد الخليط بتاع البيض والسكر ما يدوم مع بعض. هتحسي ان القوام بتاعه بدا يختلف معاكي، ويا ريت وانت بتضربي تضربي في اتجاه واحد عشان ده سبب من نجاح الكيكه معاكي وتطلع معاكي هش. عشان في ناس كتيره بتقول الكيكه ساعات بتطلع معاها مكتوم، ما بتطلعش هشه زي ما انتوا عايزين. فانت حاولي تضربي المقادير بتاعتك كويس لحد ما يدخل لها الهواء، وتضربي في اتجاه واحد. كده خلاص احنا ضربنا البيض والسكر زي ما انتم شايفين لونه بدأ يفتح معانا. كده نزلت معلقه خل. هبدأ انزل بالزيت شويه شويه، مش هنزل بيه مره واحده. شايفين كل ما بنحط حاجه القوام معانا بيختلف. بدأت انزل بالزيت مره كمان. انا اعتبر نزلت بالكوبايه الا ربع على 3 مرات، وهنزل بالشويه اللي فاضلين دول دلوقتي هتشوفوهم معايا. كده انا خلاص خلصت كل كميه الزيت زي ما انتم شايفين. معايا دلوقتي البيض والفانيليا والسكر ومعلقه الخل والزيت. كده خلاص اتاكدت ان الخليط بتاعي كله امتزج مع بعضه. هبدا انزل عليها بكوبايه العصير. ممكن بدل كوبايه اليوسفندي دي تحط كوبايه عصير برتقال، تحط كوبايه لبن الموجود عندك، او ممكن تحط باكو تانج. كده خلاص هضرب كل الخليط. شايفين الخليط بتاعها اخد اللون الذهبي الجميل ازاي؟ كده خلاص بقى هنستغنى عن المضرب. هبدا انخل الدقيق، لان كل ما تنخلي الدقيق كل ما هيدخل معاكي هوا هيخلي معاكي الكيكه هش. وكمان لو الدقيق فيه اي كتل اي حاجات هتطلع معاكي في المصفى وانت بتنخليه. وهبدا انزل بكيس البيكنج باودر. طبعا الدقيق ما كانش عليه حاجه خالص غير رشه الملح. كده خلاص هبدا انزل بقيه كميه كل الدقيق، وهبدا اقلب زي ما اتفقنا. احنا برضو بنقلب في اتجاه واحد. هنبدا نقلب فيها لحد كله ما يتجانس مع بعض. ويا ريت ما تقلبيش في الكيكه كتير زياده عن اللازم عشان ما تعملش معاكي عرق. كده انا بحاول الم اللي في الجناب واللي في الارضيه عشان اتاكد ان ما فيهاش اي دقيق خالص. كده خلاص هي خلصت معايا.
هبدا اوريك القوام بتاعها. شايفين القوام بتاعها لا هو تقيل ولا هو خفيف. اما ترفعيه بالمضرب وتلاقيه نازل معاكي على طول سلس كده، تعرفي ان القوام معاكي مظبوط. هي كده طبعا في الوقت ده احنا طبعا مولعين الفرن. احنا جبنا الصينيه يا دوبك دهنتها دهنه زيت وبطنتها بالدقيق، وهبدا احط فيها شريحتين يوسفندي. انت ممكن تستغنى عنهم لو ما انتش عايزه تعمليهم، بس احنا حاطينهم بيدوها منظر جميل، لان طبعا احنا عاملينها باليوسفندي. وطبعا قبل ما نشتغل في الكيكه بنكون مولعين الفرن بتاعنا على نار هاديه. كده بدات انزل بالخليط. طبعا انت لو عايزاها تطلع معاكي اعلى من كده هتخلي الخليط النص او اعلى من النص، حاجات بسيطه، بس ما تزيديش اكتر عشان ما تفرش منك في الفرن. كده خلاص انا خلصتها، يا دوبك بحركها عشان اسوي الكيك. كده هي طبعا خلصت معايا، وطبعا الفرن زي ما قلت لكم انا مولعاه من قبل ما ابدا فيه. كده خلاص انا بوريها لكم. هبدا بقى احطها في الفرن على الشبكه اللي في النص على 180، وما تفتحيش عليها قبل نص ساعه، او لو ما عندكيش درجات هتخليها على نار متوسطه. ودي منظرها بعد ما طلعت معايا بعد نص ساعه. طبعا احنا اختبرناها بالسكينه او بخل عشان تتاكدي ان هي استوت معاك. طبعا هي كده خلاص انا وريتها لكم بعد ما طلعت معايا من الفرن وقلبتها. طبعا اليوسفندي ده انتوا كنتوا شايفيني معاه وانا برصه في الاول. انت عايزه تطلعي لونها فاتح شويه عن كده طلعيها، بس هي مش غامقه، هي الكاميرا اللي مبينه لونها غامق كده. انت لو بتحبها افتح من كده طلعيها، بس انا بحبها اللون ده. هبدا اقطع معاكم حته عشان اوريها لكم. طبعا هي لسه سخنه، انت لو فضلت مع عليها لما تبرد هتطلع معاك كمان احلى واحلى من كده. شايفين جوه صفرة ولونها ذهبي في منتهى الجمال، وطلع معايا هش زي ما انتم شايفين لسه الدخان طالع منها. طبعا هي الكيكه يفضل ما تقطعهاش ولا تيجي جنبها غير اما تبرد خالص، بس انا طبعا عشان اوريها لكم فقطعتها وهي لسه سخنه. وزي ما انتم شايفين انا ضغطت لكم عليها طلعت هش، ولونها طالع ذهبي وفي منتهى الجمال، وكمان طعم اليوسفندي مديها طعم في منتهى الجمال. ودي بوريكم قلبها من جوه بعد ما قطعناه. انت لو جربتها بالطريقه دي والمقادير دي هتطلع معاكي في منتهى الجمال ومش هتبطلي تعمليها. المقادير دي هتطلع معاكي باذن الله مظبوطه. زي ما انتم شايفين انا بقطع لكم منها حته عشان تشوفوها، حتى انتوا لو لاحظتوا هتلاقي الدخان طالع منها. يعني هي لو سبتها تبرد هتطلع احلى واحلى كمان من كده، بس انا حبيت اوريها لكم. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ويا رب الطريقه تكون سهله عليكم يا حبايبي. مع السلامه. ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب وكومنت عشان وصل فيديو اكتر من 10000 لايك وانتوا يا حبايبي. باي باي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. هنعمل مع بعض النهارده التشيز كيك اليوسفندي. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه خالص، يعني انت ممكن تقومي تعمليها دلوقتي، مش محتاج منها مقادير كتير. دي معلقه نشا كبيره، ودي قطعه زبده. انا معايا كوبايه عصير يوسفندي، انا عصرها من غير اي حاجه خالص، عصرها بالعصاره عشان ما اضيفلهاش ميه ولا اضيف لها اي حاجه خالص. طبعا لسه ما حطيتهاش على النار، حطيت عليها معلقه النشا وهي لسه على برد، عشان لو حطيتها عليها وهي سخنه هتكتل معايا. وطبعا انا حليت العصير، هحط له معلقه سكر كبيره، لان كوبايه العصير بتاخد معلقه سكر وبتاخد معلقه نشا كبيره. انت لو حابه تزودي السكر عن كده زودي. كده خلاص انا اتاكدت ان النشا ده هبدا ارفعه على النار. وطبعا طول ما هو على النار ما تسيبش، لازم تقلبي فيه عشان ما يعملش معاكي كتل ويبدا يكتل معاكي ويخرص.
كده خلاص العصير بتاعي يعتبر استوى على النار. زي ما انتم شايفين انا بوريكم ورق ما يبدا يعمل معايا الفقاعات دي، تتاكد ان هو خلاص العصير بتاعك اللي هي المهلبيه بتاعتك استوت. هبدا انزل بمكعب الزبده. طبعا انا طفيت النار بس هو لسه على العين والعين بتكون سخنه. هقلبها لحد مكعب الزبده ما يدوب خالص. زي ما قلت لكم انا طفيت على النار. كده بتاكد ان مكعب الزبده ده. شوفوا مكعب الزبده اداها لون لامع ازاي. خليها تديني اللمعه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. هسيبه بقى يبدا يبرد. وهبدا اعمل بقى التشيز كيك. ده بسكوت ساده حسب الكميه اللي محتاجاها او حسب النوع اللي انت بتحبيه. انت ممكن تطحنيه في كبه او في المطحنه العاديه اللي هي بتطحن فيها الفلفل والحاجات جبنه والحاجات دي. بس انا عملته في الكيس وهبدا افرده بالنشابه العاديه. عشان اللي ما عندوش دي ولا دي يستعمل زي انا بعمل كده. هو كيس من بتوع التلاجة. وهتبداي تعمليه كده لحد ما يبقى معاكي ناعم. ما بياخدش منك اي وقت ولا اي مجهود. وطبعا نوع البسكوت الساده اللي انت بتحبي تعمليه. زي ما انتم شايفين انا بتاكد كل البسكوت بتاعي خلاص نوعهم معايا. زي ما انتم شايفين ما اخدش وقت وناعم معايا خالص. في الوقت ده انا هسيح مكعب زبده وهوريكم هنعمل ايه دلوقتي. كده خلاص البسكوت ناعم بالطريقه اللي انا عايزاها. ده مكعب زبده ابدا انزل بالبسكوت اللي انا طحنته معاكم. طبعا لازم البسكوت كله يتغلف بالزبده. هبدا اقلب البسكوت في الزبده. ولازم كميه الزبده تكون مناسبه عشان تغلف لك البسكوت عشان يمسك معاكي. طبعا ده ممكن اسهل تشيز كيك ممكن تعمليه. لا فيه لا جيلاتين ولا بيض ولا الفرن. هتعمليه كله على البارد ومش هيتكلفك اي حاجه. طبعا كده انا جبت الكوبايات اللي هعمل فيه. انت حابه تعمليه في صينيه كله على بعضه اعمليه. حابه تعمليه في كاسات اعمليه. بس انا حبيت اعمله في كوبايات عشان كل واحد ياخد. تبقى كل كوبايه مستقله. كل اللي عايز ياكل في اي وقت يلاقيها على طول ياخد. فانت ما ترتبطيش في كوبايه. اي حاجه حابه تعمليه فيها اعمليه. حتى لو حابه تعمليه في صينيه عاديه اعمليه. كده انا ببدا احط طبقه البسكوت في قعر الكوبايه وبضغط عليها بالمعلقه اللي معايا عشان عايزاها تبقى طبقه متماسكه. هعمل كل الكوبايات اللي معايا بالطريقه دي. وزي ما انتم شايفين هي حاجه حلوه وسهله وسريعه. طبعا ممكن تعمليه في اي كوبايات موجوده عندك. كده خلاص انا خلصت كل الكوبايات اللي كانت موجوده. ببدا اضغط جامد بالمعلقه عشان ما يفكش معاكي. رك ما اخلص بقى هبدا احطه في التلاجة لحد ما اعمل الكريمه بتاعته على ما يكون هو برد شويه. كده انا حطيت البسكوت بالكوبايات في التلاجة وهبدا اعمل معايا الكريم. كده انا معايا نص كوبايه كريم شانتيه خام ومعايا جبنه ومعايا عصير برضو يوسفندي. كده نزلت بالجبنه. طبعا انا ما حطيتش سكر لان انا حاطه السكر على العصير. فالعصير ده طالع معايا تقيل كده لان انا سلقت جزرايه صغيره
وضربتها في الخلاط عشان ازود القيمه الغذائيه بتاعته والفايده. انت حابه تستغنى عن الجزريه مش عايزه تعمليها ما تعملهاش، بس هي طعمها ما بيبانش، لان طبعا عصير اليوسفند ده احنا عاملينه عصير مركز، فطعم الجزريه ما بيبانش فيه. انا زي ما انتم شايفين نزلت بالجبنه ونزلت بالعصير ونزلت بالكريم شانتيه. هبدا اضربه كله بالمضرب عشان يديني القوام الكريمي اللي انا عايزاه. طبعا انا مش هحط له جيلاتين ولا اي حاجه خالص، انا هعتمد على الكريم شانتيه بس. انت ممكن لو عايزه كده ممكن تضيفي له معلقه كبيره مليانه جيلاتين، هتدوبيها في معلقتين ميه وهتضيفيها عليه. بس انا حبيت اعمله بطريقه سهله وبسيطه عشان كله يقدر يعملها. زي ما انتم شايفين القوام بقى معايا كريم ازاي. وطبعا الجبنه اللي انت هتستعمليها هتكون بطعم القشطه، ما ينفعش نستعمل جبنه بالطعم التاني، لازم تتاكدي وانت بتشتريها اللي هي طعم القشطه عشان ما يغيرش طعم الكريمه معاكي. شايفين القوام طلع معايا كريمي وناعم كده. انا طلعت الكوبايات من التلاجة. انت لو عندك كيس حلواني هتعبي فيه او ممكن تعبي بمعلقه، بس انا عبيتها في كيس تلاجة عشان تبقى اسهل عليا وما تلحوش الكوبايات ولا حاجه. انت حابه تعبيها تفضيها بالمعلقه فضيها. بس زي ما انتم شايفين الكيس سهل عليا كتير. زي ما انتم شايفين انا بحاول اوزعه على جميع الكوبايات. كده خلاص انا فضيت الكريم، فضيتها في الكوبايات. هبدا بقى اجيب الخليط اللي احنا عملناه في الاول بعد ما برد تماما. طبعا لازم يكون برد تماما عشان ما يسيحش معايا الكريم شانتيه، وساح معايا طبقه الكريمه اللي احنا عملناها دي. زي ما انتم شايفين اللمعه اللي هي فيها دي طبعا واخداها من مكعب الزبده اللي احنا حطيناه فيه. وطعمها طلع في منتهى الجمال، وجربيها ومش هتندمي باذن الله. وحاجه سهله، كل اللي هتحتاجيه لو مش موجود عندك ممكن تبعتي تجيبي اي باكو بسكوت ساده من اي سوبر ماركت تحت. وما مش مكلف ولا حاجه خالص، حتى ريحنا لا في كريم ما فيش لا جيلاتينا ولا بيض ولا حتى ولعنا الفرن، كله عملناه على البارد واحنا واقفين. كده خلاص بعد ما فضيتها عليه هبدا بقى اجيب زي ما انتم شايفين كده الطبقات، طبقه البسكوت، طبقه الكريمه، طبقه الكريمه اللي على الوش. كده انا جبت سفنديه قطعتها دواير وحطيتها على الوش بتاعها. انت حابه تعمليها كده اعمليها، مش حابه تسيبي الوش ساده سيبيه. واعتبر عملنا حلو وسهل وبسيط وما كلفش، يعني كل ده ما اخدش مننا حوالي 10 دقايق. وطعمه طلع في منتهى الجمال. وطبعا مزازه اليوستفندي مخليها طعمه اجمل واجمل. لان يعتبر 3 طبقات، طبقه البسكوت مقرمشه بسيط، وطبعا طبقه الكريمه ناعمه، والطبقه اللي فوقها انعم كمان. ويا رب الطريقه دي تكون سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامه يا حبايبي. ما تنسوش اللايك وشير سبسكرايب وكومنت عشان وصلوا الفيديو ده اكتر من 1000 لايك. وانت ده حبايبي، باي باي.